السلطانة، سلطانة الطرب وملكة التخت الشرقي منيرة المهدية. اتولدت زكية حسن منصور يوم 16 مايو من عام 1885 في قرية المهدية بمحافظة الشرقية. عاشت يتيمة وربتها أختها التي اصطحبتها إلى الإسكندرية. بعد سنوات عادت إلى مسقط رأسها محترفة الغناء في الأفراح والمناسبات، إلى أن شاهدها صاحب مقهى في القاهرة بالصدفة وعرض عليها العمل لديه، فوافقت وغيرت اسمها إلى منيرة المهدية. حققت شهرة واسعة شجعتها على ترك صاحب المقهى بعد فترة، وأسست مقهى خاص بها أطلقت عليه اسم نزهة النفوس. تحدت منيرة المهدية كل التقاليد، وكانت أول امرأة مصرية تقف على خشبة المسرح لتؤدي أدوار تمثيلية. التحقت بعد ذلك بفرقة عزيز عيد، وكانت تؤدي أدوار الرجال، لكن كان يكتب على الإفيش وقتها الممثلة الأولى. ثم أسست فرقتها الخاصة. اكتشفت منيرة المهدية الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأسندت له تلحين الفصل الثالث من مسرحية كليوباترا بعد موت سيد درويش. امتلكت منيرة المهدية العوامة رقم 66 الواقعة على نيل الجيزة، ويقال أنها اشترتها بمبلغ 10,000 جنيهات في عشرينات القرن الماضي، وهذا بالطبع مبلغ ضخم. يقال أيضا أن مجلس الوزراء كان ينعقد في تلك العوامة، خصوصا وزارة حسين رشدي، والتي كان يصدر عنها أخطر القرارات السياسية من تلك العوامة. لعبت منيرة المهدية دور وطني كبير حفظه لها التاريخ. ففي الفترة التي أمر بها الإنجليز أثناء ثورة 19 بإغلاق المقاهي وعدم ذكر اسم سعد زغلول، لم يتجرأ أحد على إغلاق مقهاها، واستغلت الفرصة لتقديم الأغاني الوطنية التي تمجد في الزعيم سعد زغلول. استغلت أيضا شهرتها في الإفراج عن العديد من الطلاب المهتمين بالعمل السياسي، منهم شاب ادعت أنه خطيبها، فأصرت قوات الاحتلال على عقد قرار على هذا الشاب مقابل الإفراج عنه. مثلت منيرة فيلم واحد هو فيلم الغندورة، المأخوذ عن إحدى المسرحيات التي قدمتها على خشبة المسرح. وقدمت السينما المصرية فيلم عن قصة حياة منيرة المهدية بعنوان سلطانة الطرب، قامت بدور البطولة فيه الفنانة شريفة فاضل. نافست أم كلثوم وحاولت تعطيل مسيرتها الفنية، لكن القدر كان في صف أم كلثوم، فانحاز المستمعين إلى صوت المطربة الجديدة أم كلثوم، وبدأ التراجع عن الإعجاب بمنيرة المهدية. سافرت إلى مدن كثيرة وبلدان عربية وأجنبية ومنهم تركيا، وهناك استمع إليها مصطفى كمال أتاتورك وأعجب بصوتها وأطلق عليها لقب السلطانة. قررت اعتزال الفن في أواخر الثلاثينات ولمدة 10 سنوات كاملة، وفجأة قررت العودة مرة أخرى إلى الأضواء، لكن وقتها لم ينتبه لها الجمهور ولم يعيرها استماعه مثل ما حدث في الماضي، بل إنه كان معجبا أكثر بأم كلثوم. لذلك أحست أن الزمن اختلف وأنه لم يعد زمنها، فقررت ترك الغناء نهائيا والاعتزال تماما والبعد عن الأضواء. تزوجت منيرة المهدية 4 مرات. كان أول أزواجها محمود جبر، بعدها تزوجت من حسن نديم، ثم حسن كمال وإبراهيم كمال. من أشهر أغنيات منيرة المهدية
يا ماما حلوة، يا زهرة البساتين، حبك يا سيدي، أسمر ملك روحي، يا ورد يا فل وياسمين، هويت بخاطري من كلمة واحدة، أمانة يا بلبل. حصلت منيرة المهدية على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى تقديرا لمشوارها الفني، لترحل عن عالمنا في عام 1965، وللأسف لم يشارك في جنازتها سوى 5 أشخاص، منهم حفيدها و2 من أصدقائه وأمين الصندوق في نقابة الممثلين وبائع الجرائد الذي كانت تتعامل معه. رحم الله سلطانة الطرب منيرة المهدية. رجاء لا تنسى تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.